الحق في مشكلة في السوق بس عايزة حل تك. ايه الحل؟ مش جاهز؟ التيم مش جاهز؟ مش مشكلة، احنا مش بس هنستبدل برنامج الكمبيوتر اللي كان هيحل المشكلة دي، احنا هنستبدل الكمبيوتر نفسه. هكذا المفروض ان يكون فريق اوبريشنز او تشغيل اي ستارت اب ناجحه. وهكذا كان الجيش في مسلسل 3 بادي بروبلم، ومنها ظهرت دروس البيزنس من المسلسل اللي هنتكلم عليها النهارده. من شهرين تقريبا اصدرت منصه نتفليكس مسلسل خيال علمي بعنوان 3 بادي بروبلم او معضله الاجسام الثلاثه. وسر شهره المسلسل من ساعه ما تم الاعلان انه هيتعمل انه مستوحى من سلسله روايات مشهوره جدا اضافت لادب الخيال العلمي. ومش بس المسلسل نجح، ده كمان تم الاعلان النهارده انه هيتجدد له موسم جديد. بس الحقيقه انا النهارده مش جاي عشان اتكلم عن جمال الخيال العلمي اللي موجود في المسلسل، انما عن دروس البيزنس المستفاده منه. دروس بيزنس مستفاده من مسلسل فيه صراع مع كائنات فضائيه. ازاي؟ اقول لكم ازاي. تعالوا نمسك حدث من احداث المسلسل ونشوف هو ممكن يبقى بيفيد ازاي ومربوط ازاي بنطاق البيزنس. الدرس الاول، فن ازاي تجيب استثمار. المسلسل كان مركز مع شخصيه العالمه الصينيه يي وينجي اللي جالها عقدة من الإنسانية لما شافت في واحدة من ثورات الصين إزاي أبوها اللي مع إنه راجل مثالي إلا إنه مع ذلك تم إعدامه لمجرد إنه كان بيجاهر وبيقول كلام علمي مظبوط، والبنت اللي قتلته قدامها ما ندمتش اللحظة. ودي حاجة أكدت لها إنها عايزة تخلص من الإنسانية كلها على العموم. ومع الوقت تم نقلها لهيئة علمية بتحاول عامة إنها تتواصل مع الفضاء، وبتنجح فيها في إيجاد طريقة للوصول والتواصل مع كوكب تاني عليه حياة ذكية. ورغم إن الكوكب ده بيهددها انها لو بعتت له تاني انه هيجي ويدك كوكب الارض، الا انها بتصمم انها تبعت لمرة تانية لعدم ايمانها بالانسانية خلاص. ودي الحاجة اللي بتخلي الكوكب التاني يبدأ حملته في رحلة تجاه الارض عشان يدك كوكب الارض. الا انه كان لازم انه يكون فيه تجهيزات لمساعدة سكان الكوكب ده من جوه كوكب الارض. فبقى لازم على بطلتنا يي وينجي تكوين هيئة كاملة عشان تقدر تعمل كده. بس مع الأسف كانت محتاجة دعم مالي يقدر يساعدها على ده. وهنا جه دور ضرورية وجود مستثمر. بس مين مستثمر ده اللي يقدر يستثمر ويدفع فلوس على حاجة مش هتدخله ربح، إنما على العكس دي هتكون كفيلة بالقضاء على الإنسانية. ومن هنا جت أهمية وجود شخصية زي شخصية رجل الأعمال إيفنز اللي كانت قدرت إنها تتعرف عليه وهو صغير، وقدرت تعرف وقتها قد إيه هو كمان بيكره البشر، لأنهم بالنسبة له يعتبروا السبب في القضاء على أجناس حيوانات تانية هو كان بيهتم بوجودها. ومن هنا لما هي عرفت بعدها انه ورث من ابوه ممتلكات تنينية، راحت له وعرضت عليه مشروع تدمير الارض الجميل ده. ومنها اخذت الاستثمار الجميل اللي قدرت تبني بيه هيئتها اللي بتتواصل بيها مع الفضائيين فتقدر تساعدهم على تدمير الارض. فده يعلمك ان فن ازاي تجيب استثمار مش بس بيبقى في خططك بتاعه البيزنس والفلوس والبيع، انما كمان جزء منه لعبة اختيار المستثمر. يعني كل ما المستثمر يبقى فاهم ايه اللي انت رايح له ويكون هو نفسه اجندته في ده، كل ما ده بيسهل عليك كتير جدا. زي مثلا في شارك تانك لما بتلاقي مثلا ان السويدي او محمود فاروق معنيين جدا بالتعليم الفني، محمد منصور بقى على الناحية التانية بتلاقيه فاهم قوي في الحاجات اللي هي ليها علاقة بمجال الطعام بحكم سلسلة المحلات اللي هو مسؤول عنها وعنده. اما عبد الله سلام مثلا على الناحية التانية هتلاقيه فاهم قوي في العقارات. اعتقد ان ايلون ماسك نفسه عشان ياخد استثمار بيبقى محتاج ياخد استثمارات من ناس فاهمة يعني ايه الاهتمام بالبيئة وانقاذ الارض، عشان يقدر يقنعهم مثلا بعربيات تسلا كمنتج كهرباء بيحافظ على البيئة، او سبيس اكس اللي الهدف منها تسهيل الهروب من الارض مع الوقت لو الدنيا خربت خالص وما بقاش كوكب الارض صالح للحياة. فجزء كبير في سعيك انك تجيب استثمار مش بس ان خططك والبرزنتيشن بتاعك يبقى مظبوط، انما كمان يكون في اختيار المستثمر المظبوط اللي صناعته من صناعتك وهدفه الاخير من هدفك. زي ما كان اللي بيجمع يي وينجي وايفنز هو حب تدمير الانسانية. الدرس الثاني، فن اختيار الفريق واعداده، اهمية الريكروتمنت والاونبوردنج. اللي بنكتشفه مع احداث المسلسل ان بعد ما يي وينجي وايفنز بيبنوا الهيئة فكان في طريقة روشة قوي بيجيبوا بيها الناس عشان ينضموا للهيئة. عملوا لعبة كمبيوتر واللي اسم المسلسل متسمي على اسمها، لعبة اسمها 3 بادي بروبلم او معضلة الاجسام الثلاثة، وهي لعبة بيوزعوها على الناس
والناس اول لما بيدخلوا فيها بيلاقوا ان هم راحوا المكان غريب جدا، بيحصل له فوضى في اوقات وبيكون كويس في اوقات تانية. وبتكون مهمة اللعيبة في اللعبة دي انهم يحاولوا يلاقوا سبب للي بيحصل ده ويوجدوا له حل. وابطال المسلسل فعلا مع الوقت بيقدروا يعرفوا ايه اصل المشكلة، وهو ان مشكلة المكان ده انه عنده 3 شموس، جمع شمس يعني. والثلاث شموس دول وتحركاتهم وجاذبيتهم للكوكب ده هم اللي بيتسببوا ان المكان ده او الكوكب ده بيتمخمط كده ما بين فترات ثابته وفترات فوضويه. وبيحاولوا ابطال المسلسل انهم يلاقوا للوضع ده حلول. مع الوقت ده بيكون المدخل للهيئه انهم يعلنوا للبشر اللي لعبوا اللعبه ان اللعبه اللي لعبوها حقيقيه، ويقولوا لهم انهم محتاجينهم معاهم. فكأن اللعبه هنا بتستبدل التكنيكال تاسك او التحدي التقني اللي بيبقى مطلوب من الموظف في الانترفيوينج سايكل قبل ما يجي. وبيكون في التكنيكال تاسك دي مشكله قريبه من واحده من مشاكل الشركه، عشان لما الموظف يعرف يحلها تسهل عليه دخوله في الشركه على طول. وكانها طريقه هي مزيج ما بين فلتره التوظيف المظبوط وفي نفس الوقت هو اعداد جاهز انه اللي يجي يبقى فاهم فيه ايه على طول، فيجي على الشغل ويشتغل على طول. الدرس الثالث أهمية الريتنشن أو الحفاظ على الموظفين الشاطرين، وهدم بدعة الاستخسار في المرتبات والفكرة الوهمية دي بتاعت إن الشركة ما بتقفش على حد. أصل هو ليه الكائنات الفضائية اللي كانت على الكوكب اللي عليه ال3 شموس ده كانوا عايزين يجوا كوكب الأرض ويغزوه ويعيشوا عليه في الأساس؟ لأنهم كان طلعان عينهم في الكوكب الغير مستقر ده بتاعهم، بينما كوكبنا كوكب الأرض مستو ليهم إنه مستقر. هم متقدمين على الأرض رغم ان الارض اكتر استقرار، بس هم بعدم استقرارهم فالتقدم عندهم بيحصل بمقدار ثابت. يعني مثلا عندهم كل 1000 سنة بيحصل تقدم جديد لان الكوكب مش مستقر. فعلى ما يفوقوا في الفترة المستقرة عندهم ويبتدوا يستفوا ورقهم يدوب بيلحقوا يعملوا تقدم بسيط وبعدين يدخلوا في مرحلة فوضوية تانية، فبيرجعوا يدخلوا في دوامة تانية. وعلى ما يفوقوا منها ويتقدموا في حاجة جديدة بتبقى خدت منهم 1000 سنة جديدة مثلا. لكن في كوكب الأرض الموضوع مختلف، لأن كوكب الأرض مستقر فيقدر يسمح إنه يتحقق فيه حاجة اسمها The Technological Explosion أو الانفجار التكنولوجي. إن الفترات اللي بتبقى ما بين كل تقدم واللي بعده بتبقى عمالة تقصر جدا، لدرجة إن كوكب الأرض ممكن بسبب استقراره ممكن يوصل لتقدمات كتيرة جدا في لا وقت، للدرجة إن كوكب الأرض ممكن يوصل لتقدم كوكب ال3 شموس بل ويعديه كمان. يعني استقرار كوكب الأرض لوحده ممكن يتسبب في إنه ينجح ويعدي كوكب ال3 شموس المتقدم المعرفة ولكنه غير مستقر. طب ده بيتقارن بإيه في عالم البيزنس؟ إنك كل ما تخلي شركتك مستقرة وكل ما تخلي ناسك هم وتحافظ عليهم لو شاطرين طبعا، أكيد ده هيفرق وهيتسبب إن شركتك هتحقق ما يدعى بالتكنولوجيكال اكسبلوجن. هتبقى الشركة بتمشي دايما بلا وقوف بل وتبتدي تطير كمان وتعدي كل الشركات مهما كانت شركات ضخمة لمجرد فقط إنك مستقر. وده ممكن يتحل ويوضح بسهولة من إنك تقارن معدل الريتنشن بتاعك، ان في معدل كام موظف انت حافظت عليهم من اللي جم، وتقارن قصاد المعدل ده معدل الشركه انتاجيتها قد ايه ومبيعاتها قد ايه، واكيد وقتها هتشوف الصورة بشكل واضح. الدرس الرابع، يعني ايه بيزنس كومبيتيشن او منافسة بيزنس في السوق. اكتر حاجة عجبتني ان اكتر حاجة كان خايف منها كوكب ال3 شموس ده من كوكب الارض هو فصيل العلماء، اللي فيه شوية دول بتبقى حاسة ان الناس دي يعني ملهاش لازمة قوي. من كتر خوف الكوكب طوروا كمبيوتر دقيق كده وبعتوه في كوكب الارض. الكمبيوتر ده كان اسمه سوفون، عشان يجي كوكب الارض ويدمر كل نتائج التجارب اللي ممكن تأكد للعلماء اذا كانوا ماشيين على النهج الصحيح في نظرياتهم ولا لا. الحاجة اللي ما كانش فاهمها العلماء في الاول لما لقوا ان كل التجارب بتقول ان النظريات اللي اتربوا عليها خربانة، فابتدى قدر كبير منهم قوي انه ينتحر. وبالتالي اعتبر الكائنات الفضائية انهم كده انتصروا علينا صوريا، لانهم بموت العلماء منعوا عننا التكنولوجيكال اكسبلوجن من انه يحصل لغاية لما هم يقدروا يوصلوا لكوكب الارض. نقدر نقول يعني نجحوا انهم يخلقوا لنا الحاجة اللي بتتسمى في البيزنس البارير تو انتري او حاجز الوصول او الدخول. والمصطلح ده بيتقال لما بيزنس بيقدر يوصل لحاجة مفيش غيره يعرف يوصل لها، بل ويمنع هو كمان اي بيزنس تاني الوصول ليها، فبيبقى ده هو
البارير تو انتري، واوقات اصلا المستثمرين بيسالوا عليه في الشارك تانك. وكأن في القصه هنا العلماء هم فريق الار ان دي اللي بيبقى في اي شركه، او الريسيرش اند ديفلوبمنت، او البحث والتطوير. وتجاربهم نقدر نقول انها بتبقى هي بتعادل الماركت ريسيرش او دراسه السوق اللي بتتعمل للوصول لكل ما هو جديد. وكوكب الثلاث شموس هنا منع كوكب الارض في الوصول لده، وده كان هو حاجز الوصول. ودي امثلتها في الحياه بتبقى كالاتي: انه لو في بيزنس معين جديد مثلا عشان يتعمل كان محتاج فلوس كتيره، او تصاريح قانونيه كتيره، او علم مختلف، او سر خلطه، او ابتكار ما. كل دي حواجز تخلي ان مش اي بيزنس يقدر يدخل الحته اللي انت كنت دخلت فيها. الدرس الخامس والاخير: مش كل مشكله في السوق صغيره كانت او كبيره حلها التك او التكنولوجي، حتى لو كانت مشكله بتحلها تك ستارت اب. في لحظه كده بتيجي في المسلسل الابطال وهم بيلعبوا لعبه مشكله الاجسام الثلاثه بيدركوا ان مشكله كوكب الثلاث شموس مش خاضعه لقواعد فيزيائيه، فبيفكروا انهم ممكن يكونوا محتاجين كمبيوتر بذكاء صناعي معين يبقى بيشوف الثلاث شموس بتتحرك ازاي، وعلى اساسه يعمل حسبه تتوقع اللي جاي لحظه بلحظتها. بس هو كان في مشكله صغيره، ان هم كانوا في عصر قديم، في الكمبيوتر ما كانش تم اختراعه لسه. يعطلوا ابدا، هنعمل كمبيوتر، بس كمبيوتر ايه؟ بلدي. هنجيب جيش ونقلبه وحدات، والوحدات دي بديلة لوحدات الكمبيوتر اللي بتعمل الحسابات. كأن كل وحدة من الجيش بروسيسور، فكأنك عامل كمبيوتر بس من جيش بني ادمين. المشهد ده كان بالنسبة لي ملهم قوي، لان في اوقات مع الاسف بتلاقي ان البيزنس ما بيحصلش كده. اوقات كتيرة لما بتبقى الستارت اب نوعها تك ستارت اب بتلاقي كل اقسام الشركة بترمي على التك، انه لازم يعمل ويخلص بنا كل حاجة عشان البيزنس يبتدي يمشي. مثال: شركة تحصيل فلوس مثلا تقول لك ايه؟ ان لازم فريق التك يبني برنامج لتحصيل الفلوس قبل ما هم يروحوا يبيعوا للتجار. وده كلام في البيزنس مش مظبوط، لان في قسم وفريق على الناحية التانية اسمه The Operations Team او فريق التشغيل. شطارة اي شركة عشان تتحرك على الارض وتجيب فلوس مش انهم يستنوا الفريق الهندسي انه يبني، انما ان فريق التشغيل ينزل على الارض ويشغل الدنيا بلدي. وتكون قوته انه لما يعمل كده يعرف مشاكل السوق اللي بجد، ويباصي بعدها للفريق الهندسي لأتمتة المشاكل المتكررة الحقيقية، ومش العكس. مش ان الفريق الهندسي يبتدي بان هو يبني كل حاجة عشان نتحرك. وعشان كده عجبني قوي ان في المسلسل الجيش كأنه قام بدور فريق التشغيل، ومش بس عمل منتج رقمي بطريقة بلدي قبل التدخل الهندسي، ولكنه استبدل الكمبيوتر كله كفكر. في دليل ان اي بيزنس ممكن يقوم بكرة لو عايز، بس هي النية. اخيرا احب اقول ان المسلسل والكتب مليانين حاجات تانية طبعا غير البيزنس، بس الخمس دروس بيزنس دول اللي حبيت اركز عليهم النهارده. كشخص بقى قاري الكتب اللي جايه متاكد ان الموسم الثاني اللي تم تجديده النهارده ده هيكون في منتهى العظمه، خصوصا ان المسلسل اتبنى بطريقه ذكيه جدا، انه تم زرع ابطال الكتب الجايه في الموسم الاول من المسلسل. زي ان دكتور سول ديوراند باين من الاحداث اللي بيمر بيها في اخر حلقتين انه هيكون بديل شخصيه لو جي بطل الروايه الثانيه ذا دارك فورست، او ان حبكه علاقه الحب اللي ما بين جين تشينج وويل دوينج حبيبها اللي بعتته للفضاء تحت ارشاد رجل المخابرات توماس ويد. فكل ده في حبكه الجزء الثالث من الروايه اللي اسمها ديث اند. هستنى منكم تقولوا لي في الكومنتات درس سواء بيزنس او عادي اتعلمتوه من مسلسل 3 بادي بروبلم. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه دي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير وفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم اشعارات لاخر حلقات. سلام.